السلام عليكم. في الفيديو ده عايز اكلمكم عن كوماندا. وكوماندا هو فايل مانجر. انا عملته من حوالي 3 اسابيع وموجود دلوقتي على الاب ستور. هوريكم نظرة سريعة عنه وايه الميزات اللي ممكن تلاقيها فيه، وكمان AI capabilities الموجودة في البرنامج ده. اول حاجة عندك تو بانلز، ده بيفكرك بنورتون كوماندر بتاع زمان. ممكن تنافيجيت هنا، ممكن بالتاب والكيبورد تنافيجيت بين الفايلز. هرجع تاني هنا وهكذا. دي الحاجة التانية ان انا ممكن ابعت فايل من هنا لهنا او العكس. لو جيت مثلا على الفايل ده اجي احطه هنا، بقى موجود في البانل دي. طيب لغايه كده تمام. ايه تاني كمان ممكن افلتر عن طريق حاجات كومن بالنسبه لنا: فولدرز، فايلز، ايمجز بس، تكست، كود، PDF، اركايف. هنا برضو نفس الكلام، PDF يوريهولي لوحده، والتكست وهكذا. ايه كمان ممكن اشوف thumbnail وارجع تاني اشوف list view. لو انا واقف على فيديو هنا بدوس على البانل دي بريفيو. دي مش عشان الفيديو بس، عشان الفيديو، الاوديو، التكست. هشوف الكلام ده كله مع بعض. لو دوست على البانل دي كده قسم لي الشاشة 3 أجزاء بالتساوي. ممكن أعمل بينهم ريسايز لو أنا عايز. أنا مش محتاج البانل دي دلوقتي، هعملها هايد من هنا. شايف دلوقتي بانل وشايف فيديو بريفيو. أشغل كمان الفيديو وأنا موجود في مكاني، مش محتاج أروح برنامج تاني. نفس الكلام بالنسبة للأوديو. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عالم الذكاء الاصطناعي. شفت كده فيديو. ايه كمان ممكن اشوفه؟ اشوف صورة معينة، ممكن اعمل كروب. اجي هنا عايز اخد مثلا سبسكرايب لوحدها، سيف كروب، حطه في ايمج تانية، خد اسم الايمج وعمل اسم تاني، بقت سبسكرايب لوحدها. هي طبعا لو ريزولوشن. هنا برضو تنافيجيت بين الصور. تعالى مثلا الصورة دي، تيجي عند فلترز خليها بلاك اند وايت، ابلاي يسيفها في صورة تانية، وهكذا. ممكن تعمل لها روتيشن، ممكن سيبيا فيفيد مثلا، وانت في نفس المكان مش محتاج تروح لبرنامج تاني. دي حاجة. ايه تاني؟ تعالى نفتح البانل التانية ونقفل اللي على الشمال. لما ادوس على PDF يفتح لي الفايل هنا، اقراه من هنا، مش محتاج برضو افتح برنامج للPDF مخصوص. ممكن اعمل له ريسايز، او ممكن انا اشيل بانل تانية، اشيل بانل دي خالص اللي هي في النص. يبقى كده بركز على الPDF فايل بس. ممكن اعمل سيرش، ممكن هنا ادور على حاجة معينة. B4 مثلا جابها لي هنا. ممكن نعمل هايلايت واجي هنا مثلا وخليه اندرسكور. ممكن اكتب نوتس، انا واقف هنا اكتب نوت هنا: This is my note. خلاص كده هعمل له سيف وارجع تاني ادخل على فايل مختلف. لو رجعت لنفس الفايل سيف لي الحاجة اللي انا عملتها. يبقى انت في نفس البرنامج، في نفس الفايل مانجر، بتفتح الفايل اللي انت عايزه: PDF، image، فيديو، اوديو، تكست مثلا، تكتب جواه مثلا hello، سيف،
لو جيت هنا مثلا ورجعت هنا عمل لي سيف للفايل، يبقى انت بتنفيجيت الفايل بسرعه جدا، تقدر تedit الفايلز وتعمل لها سيف من غير ما تطلع من البرنامج. في كمان هنا حاجه ظريفه قوي، في بريفيو اون ذا فلاي. وانت واقف بس على الفايل بتشوفه من بره ايه الكونتنت الموجوده جواه من غير ما تفتح الفايل. هنا الفولدر يقول لك جواها ايه. هنا مثلا ديمو جواها 3 فولدرز. تمام، حلو جدا. ايه تاني ممكن تلاقيه؟ المارك داون. هنا كويك لوك، بدخل على الفولدرز بسرعه. هنا الفولدرز الاساسيه، هدخل على دوكيومنتس. تعالى ندخل على اوبسيديان. دي شويه ملفات وسكريبتس بكتبها لما اجي اعمل يوتيوب فيديو. هدخل مثلا على ADK. عندي هنا دوت ام دي مثلا دايناميك ايجنت، بشوفه هنا. هنا مارك داون وهنا بريفيو، مش ظاهره هنا قوي. تعال نبص عليها جوه فولدر اسمها بروجكتس. تعالى مثلا على انوفيشن، ده ديسكريبشن لبروجكت، وده البريفيو. يعني كمان بيوريك المارك داون، بريفيو، كمان تقدر تedit، كمان تقدر تedit في الفايل. كل ده وانت في نفس البرنامج. تعالى بقى نبص على settings. نسيت اوريكم الثيمز. ده الدارك ثيم، ده اللايت ثيم، وده نورتون ثيم، وده كاستمايز ثيم انا عامله. تقدر بقى تكستم الثيم زي ما انت عايز. يعني مثلا تعالى كده نشوف البانل اللي في النص. لا سيبك من دي بتولي. هنا بيقول لي الهيدن فايلز مش محتاجه دلوقتي. هنا كمان تقدر تكسباند البانل لو عايز تشوفها لوحدها. كده فتحت التو بانلز تاني. وهي زي ما قلنا ممكن اشوف الحاجه اون ذا فلاي. هقفل دي. دي هوفر بريفيو، هعملها ديسيبل دلوقتي. وتعالى كده عند كوماندا سيتنجز. ده الكاستم ثيم انا ممكن اعدل فيه. يعني مثلا ويندو باك جراوند ممكن اغيره. ده الويندو الكبير اللي فوق خالص. وعندي بين باك جراوند، تغيرها زي ما انت عايز. طبعا انا بختار الوان يعني اي كلام كده. وهكذا تقدر تتحكم في الايه في الشكل ده كله. تعال نخلي ده بس ايه شكله معقول. الويندو مثلا. تعمل بقى اللي انت عايزه. تعال نبص على AI. هنا تقدر تختار اكتر من بروفايدر: اولاما، جيميناي، اوبن اي اي. هنا جيميناي تختار الموديل اللي انت عايزه. وهنا اولاما، ده الديفولت URL بتاع اولاما. وهنا تختار الموديل اللي انت محتاجه او اللي انت عايزه. جيميناي سيتنجز بتدخل اي بي اي كي. والموديل نسيت اقول لكم هنا عشان الفيجن كابابيلتيز. بقول له دلوقتي انا عايز اني بروفايدر، جيميناي ولا اوبن اي اي ولا اولاما، واسم الموديل. هنا عشان تكست جنريشن، هنا اوبن اي اي برضو نفس الكلام، بختار الموديل اللي انا عايزه. وهنا شويه بارامترز: التمبريتشر، ماكسيمم توكنز، وانيبل تولز ولا لا. التولز بقى اللي هي بتعمل ايه بالظبط، تخلي اي اي مثلا يكتب فايل، يقرا فايل، ينقل فايل من مكان لمكان، يعمل موف كوبي وهكذا. ومحتاج confirmation for each operation، بعملها enable برضو.
وهنا الاستورج عشان انا بعمل كاش. تعالى بقى نقفل الكلام ده كده. تعالى عند هنا الايمج دي شكلها عامل ازاي؟ دي انجري، تمام. هفتح هنا اي بانل، مش مهم البين دي دلوقتي. تعالى بس نرجع دلوقتي للدارك مود. هفتح هنا اي بان، واجي هنا رايت كليك هنا اي ديسكرايب ايمج، يفتح لي نيو تاب هنا ويكتب لي الكوماند والايمج باث. وهنا بيفكر thinking. وده كان رد الموديل. تعالى كده نكبر ال AI pane شوية. Summary: The image displays a 3D rendered glossy red emoji expressing intense anger. بيوصف لي بقى الصورة بالظبط، والكي بوينتس subjects الايموشن intense anger، الcolor palette dominant red with a vibrant yellow, orange, blue and stark white teeth. background details text. طبعا حسب الموديل اللي انت بتستخدمه عشان الفيجن capabilities. كده عملنا تيست الفيجن. كفايه كده؟ لا مش كفايه. تعالى كده نعمل رينيم للصوره دي. هقول له رينيم اكس واي زي، وتعالى نجيبها من هنا من السيرش. الصوره اهي موجوده. رايت كليك هنا AI سمارت رينيم ايمج، اعمل لي رينيم للايمج دي. طبعا الكلام ده ممكن تستخدمه لشويه صور انت منزلها مثلا من الواتس. اسمائها طبعا كلها ملهاش معنى، عباره عن سيريال. فممكن تسلكت الفايل دي وتقول له سمارت رينيم ايمج. بيانلايز الايمج، ده سيشن تاني. بعد ما يعملها اناليسز يبتدي يعملها رينيم. دي طبعا هتبقى مفيده قوي لو اكتر من فايل. ممكن كمان تستخدمها لو انت عندك مثلا صور كتير وعايز تنظمها فولدرز. دي الصراحه ما جربتهاش، بس الاي اي كابيلتيز ممكن توصل لكده. بيقول لي هعملها رينيم دلوقتي. عملت كونفيرم. طبعا هنا هشيل هنا الفلتر او السيرف بتاع اكس واي. هو سماها ايه دلوقتي؟ انجري ايموجي جلوينج دوت بي ان جي. هي نفس الصوره. لو جيت هنا وشفت البريفيو هي نفس الصوره، سماها اسم تاني. ممكن تعمل multiple selections وتقول له rename these images. حلو جدا. ايه تاني ممكن تستخدمه؟ تعال نفتح البين دي ونقفل هنا. الفايل ده عبارة عن MD فايل، والكلام ده ينطبق بقى على PDF والتكست. ده الفايل. طيب رايت كليك هنا AI summarize file. جاب لي هنا السمري بتاع الفايل ده، وهكذا. جميل جدا. ممكن تختار اكتر من فايل كمان تعمل له summarization. ايه تاني ممكن اعمله؟ هوريك حاجه دلوقتي تبهرك. هوريك فيتشر دلوقتي هتعجبك قوي. تعال نجيب PDF فايلز. انا ممكن لو دوست السهم ده اقول له دلوقتي عايز اروح لفولدر اسمها بوكس. وعندك دلوقتي الفايل ده AI agents، وعندك الفايل ده بيتكلم عن جراديو.
هختار الاتنين دول مع بعض، الكوماند. لو جيت هنا في المنيو هاجي عن tools create pdf from selection او merge pdfs. تعال نقوله كده merge. بص بقى يا سيدي، هنا كمان بيدلعك، عندك التو فايلز دول، عايز مين قبل مين؟ ممكن اقول له Gradio قبل AI agents او العكس. وعندك اكتر من فايل، يا ريت تنزل الابلكيشن دي قبل لما تبقى في فيتشرز معينه بفلوس. هقول دلوقتي ميرج. خلاص عمل ميرج وسمى هنا ميرجد. وتعالى نقفل كده الاي اي. ده كان بي دي اف الاولاني، وده البي دي اف التاني. الصراحه ميزه كويسه جدا. ممكن كمان اختار فايل واحد بس، ده مثلا رايت كليك هنا واقول له create pdf from selection. ممكن كمان يكون مجموعه من الصور، تعال نبص عليها احسن، هيكون مثال احسن. تعالى كده نختار مجموعه من الصور، مثلا الصوره دي، شويه الصور دول، ورايت كليك هنا create pdf from selection. دي كل الصور create created. حط لي الصور كلها مع بعض بي دي اف. طبعا يعني الموضوع ده بالنسبه لي عملته كده راندوم، يعني لكن عندك مجموعه من الصور قد بعض ممكن تعمل بي دي اف منهم، والتكست فايلز وهكذا. تعالى ندخل على داونلودز. عايز اجيب اركايفز بس، الفايل ده مثلا، او تعالى الفايل ده. رايت كليك هنا اوبن، بيوريك اللي جوه الزيب فايل من قبل ما تعمله دي كومبريشن. من قبل ما تفك الزيب فايل بيوريك الكونتنت بتاعته، بتشوف بالظبط اللي جواه، وترجع تاني تطلع من البريفيو. لو جيت هنا مثلا على البي دي اف نفس الكلام، رايت كليك هنا AI ask about this file، تعمل تشات مع PDF فايل. تعالى مثلا عند ايمو وهقول له هنا دلوقتي AI summarize. الفايل ده لو انا شفته في البريفيو، كان فين الفايل اللي هو ده؟ الفايل ده فيه مسائل ماث problem 1، مسألة رياضية الحل بتاعها والسولوشن. هنا نفس الكلام بيقول لك عندك دلوقتي اكتر من مسألة، عندك 10 مسائل، وكل مسألة فيهم تتكلم عن ايه بالظبط. حلو جدا. يعني انت ممكن كمان تسأله، تعال كده نسأله مثلا نقول له discuss the solution of the first problem. يكلمك بقى عن المشكلة الأولانية. ممكن طبعا تستفيد مع الاي اي في الموضوع ده، ده يفيدك قوي بقى في المقالات او في الكتب بقى، وكل ده من برنامج واحد، ولغايه دلوقتي كل حاجه ببلاش. شفنا الثيمز، وشفنا كمان ان انا ممكن اشو هايد اي بين منهم. هنا بالنسبه للسيرش في كمان وايلد كارد سيرش، ريجولار اكسبريشن، حسب ما انت عايز. بالنسبه بقى للاي اي ممكن يعمل بروجكتس، بس دي بقى نشوفها فيديو تاني. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، يا ريت تنزلوا كوماندا لو عندكم ماك، وان شاء الله نسخه الويندوز جايه قريب باذن الله. ممكن اوريكم شكلها بس عامل ازاي. ده شكل نسخه الويندوز. عندك برضو ال 3 بانز هنا. لو وقفت هنا بشوف الفايل، وانا اكبر بين او اصغرها.
مش نفس الفانكشن قوي زي هناك، بس بشكل مختلف. وهنا برضو الفلترز. اتمنى تنزلوا الابلكيشن كوماندا من الاب ستور، احط لكم اللينك، وان شاء الله قريب اقدر انزل الفيرجن دي للويندوز واللينكس. يا ريت اعرف رايكم في الابلكيشن، وانا دايما بطور فيها، في اي اقتراحات انا اتقبلها جدا. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.